أهلا بيكي معايا في أهم فيديو النهاردة. هنتعلم فيه حاجة مهمة جدا محدش هيقولك عليها، اللي هي العينة. والعينة دي مهمة جدا جدا قبل ما تشتغلي أي شغل. تعالي نبدأ ونشوف العينة دي هنعملها ازاي. أول حاجة هجيب الخيط بتاعي زي ما اتعلمنا مع بعض. بجيب الخيط بتاعي وهعمل بيه أول غرزة على الإبر بتاعتي. الإبر بتاعتي زي ما أنا مختاراها كده، زي ما انتوا شايفين الإبر بتاعتي معدن ستانلس ستيل. أوكي، والخيط بتاعي مقاسه مناسب للإبر دي. تمام، دي مقاس 4، والخيط كان مكتوب على التيكت بتاعه مقاس 4 زي ما احنا شايفين. تمام، هعمل ايه؟ هعمل الغرزة الأولانية منها اننا بنراجع على اللي فات وكمان بنثبت المعلومة. تعالي نشوف. احنا اتعلمنا مع بعض احنا بنعمل كده وكده. تمام، وبقوم واخدة دي كده. اوكي، بعديها من ورا الإبرة واقوم شادة، بشد الغرزة بتاعتي. تمام كده اهو، كده بحاول اوزنها عشان ما يهدرش هنا كتير. انا مش عايزه هنا يبقى فيه هنا هدر كتير خيط، لا انا عايزه حته صغنططه. اوكي، بالابره بتاعتي كده. تمام، واقوم شاده الخيط عليها كده. في طريقه بتتعمل للغرز اللي عايزه اعملها. الطريقه دي بتبقى مثلا كده. اوكي، وباخد الخيط كده اهو كده، باخد الخيط بتاعي كده اهو كده، وبقوم واخده في ناس بتعملها كده على طول كده كده. تمام، وفي ناس بتعملها بالطريقه بتاعتنا اللي احنا اتعلمناها عشان تبقى مظبوطه. باخد الابره بتاعتي كده جنب بعض، وباخد الخيط بتاعي. تمام، واقوم عامله كده واحط على الابره بتاعتي تاني وادخل كأني بشتغل بالظبط. اعمل كده. تمام، هعمل كام غرزة للعينة؟ 10 غرز، 10 غرز، 10 غرزات و10 صفوف. تعالوا نشوف نشتغلهم ازاي مع بعض. ادي كده، ادي 3 4 تمام 5 اوكي ماشي. دخلت في بعض، هنصلحها اهي كده. تمام 6 7 8 اوكي 9 ماشي. نعد كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9. فاضل واحدة كده 10. كده عملنا 10 غرز اللي انا هعمل بيهم العينة بتاعتي. اوكي، هبدأ دلوقتي اشتغل في العينة بتاعتي. 10 غرز، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تمام، هشتغل عادي خالص. هشتغل وش عدل ووش مقلوب، وش عدل ووش مقلوب. ايه الفايدة بتاعت العينة؟ انها بتديني المقاس المظبوط اللي هبدأ بيه الشغل، اللي انا هعتمد عليه في حساباتي في الشغل.
ازاي هنعرف ده في الفيديو الجاي، لكن تعالي دلوقتي نعمل فيديو العينة. دلوقتي هنعمل العينة سوا ونشوف هنطلعها ازاي. تمام؟ هنبدأ. هحط الإبرة بتاعتي عادي خالص، أبدأ بيها أول غرزة كده. في ناس بتمسك الخيط من هنا في اليد اليمين، وفي ناس بتمسكها من الشمال كده كده اهو كده. تمام؟ وبتعمل كده. تمام؟ وبتقوم مطلعة الشغل كده. انا ما جربتش الحقيقة الطريقة دي، بس انا بشوف انها اسهل في الشغل، تبقى مبينة الشغل اكتر. تمام؟ بتبقى مبينة الشغل اكتر اهي كده كده. لكن انا عشان متعودة عليها من الناحية دي. تمام؟ هي عايزة تدريب بس كده اهي كده. تمام؟ ادي كده. في حاجة كمان نسيت اقول لكم عليها، هي ان الشغل علشان ما يطلعش مبروم منك، الطرف ده ما يبرمش منك، بنسلت اول غرزة. تعالي نشوفها في السطر الجاي. بعد ما خلصت السطر بتاعي العدل، هقلب الإبر كده وهبدأ السطر المقلوب. هبدأ السطر المقلوب. تعالوا نشوف المقلوب بنعمله ازاي ونراجع مع بعض. ادي كده اهو كده، بخش من تحت لفوق، من تحت لفوق، والف الخيط من تحت الإبرة كده. تمام؟ بين الإبرتين، واقوم مطلعة الغرزة بتاعتي. في ناس سألتني طب أنا عليا من ده بإيه؟ يعني ليه أعذب نفسي في حسابات وحاجات أنا عندي مكن والدنيا فيها مكن وحاجات جاهزة على طول تطلع الحاجات. إيه رأيكم؟ إيه رأيكم في السؤال ده؟ هو السؤال حلو جدا جدا، بس الميزة في الهاند ميد إنك بتشتغلي بحب، إنك عايزة تعملي حاجة مميزة. انتي مش مجرد بتشتغلي وخلاص، حاجة معمولة، قطعة معمولة جاهزة وخلاص، ما انتش عارفة الموديل ده عامل كده ليه، ولا ايه الفكرة اللي وراه. لكن انتي الموديل بتختاريه وبتختاري ألوانه، بتعملي الحاجة اللي على مزاجك. هنقلب دلوقتي نعمل الغرزة العدلة. ده كده السطر التاني. احنا كده هنعمل دلوقتي السطر التالت. زي ما كنت بقول ان الهاند ميد له طعم تاني ورونق تاني. انتي اللي بتختاري اللون، انتي اللي بتختاري الموديل، انتي اللي بتختاري الديزاين بتاع اذا كان بلوفر، عايزة تعملي كوفية، عايزة تعملي ايس كاب بطريقة معينة، عايزة تحطي بونبون للايس كاب بتاعك، عايزة تعمليه سادة، عايزة تعمليه كيبلد. انت اللي بتختاري الموديل وانت اللي بتختاري الديزاين. فهنا عندك الحرية في الاختيار، اختيار اللون، اختيار الموديل، اختيار الديزاين، المقاس بتعمليه حسب المقاس بتاعك. احنا كده عملنا 3 سطور، هنقلب بقى نعمل الرابع. فزي ما بقولك ان الهاند كرافت مع التمرين بيدي رونق تاني خالص للشغل. لو انتي مبتدئة او بتطلعي شغل ملخبط وحاجة، ما تتضايقيش من الكلام ده، بالعكس ده كله تدريب ليكي ولمهاراتك. انتي بتمرني نفسك على الشغل وعلى كيفية الشغل، والاخطاء اللي انتي بتقعي فيها دي بروجرس ليكي لقدام. انتي مش بتغلطي وخلاص، لا، انتي بتتعلمي من غلطك، بتصلحيه، تشوفي ايه المناسب ايه اللي مش مناسب. اهو بصوا عملتها، هي بس عايزة تمرين فعلا. بصوا اهي، هي فعلا عايزة تمرين اهي كده اهي. حصل
مفيش حاجة حصلت اهو كده. كده اهو. دي كده دي مقلوبة هنا. احنا عايزينها كده صح. تمام. انا عمالة ادور عليها برضو مش لاقيه مش لاقياها. طيب اهي. احنا بنعمل ايه؟ احنا بنعمل كده. تمام. ايه ده؟ اهي كده. تمام كده اهي وكده. شايفين اهو كده. دي اسرع كتير في الشغل، بتنجز معاكي في الشغل اهو. تمام. ندخل الابرة صح عشان تطلع الغرزة صح اهي كده. كده اهو. عايزة تمرين كتير عشان تقدري تتقني الموضوع اهو. غرزة ما تكملي بقى سطر على بعضه بيبقى الموضوع سهل بالنسبة لك. كده نكمل مع بعض السطر اهو. بصوا عرفت اعملها اهو. الله، صدقوا اسهل كتير من الطريقة القديمة. اسهل كتير، توفر شغل جميل اهو كده اهو. اهو كده. تمام. تمام كده. احنا كده عملنا كام سطر؟ تعالوا نعد. تعالوا نعد ونشوف. تعالوا نعد ونشوف كام. هنعرف ازاي اهو. ادي كده 1 على الضفاير اللي احنا عاملينها، شايفينها الضفاير اهي. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8. لسه سطرين كمان، يعني هعمل 1 عدل سوري مقلوب كده اهو السطر الجاي، و1 عدل. تمام. نخلصهم ونرجع نشوف مع بعض هنعمل بيها ايه. زي ما انت شايفة كده بعد ما خلصنا العينة ده شكلها بعد ما خلصنا 10 غرز. 10 غرز 10 غرز، وعملنا 10 سطور فوق بعض. 10 سطور فوق بعض. تمام. طيب ايه الفايدة بقى من الكلام اللي احنا عملناه ده والتعب اللي احنا عملناه ده؟ بيفيد ان انا بعرف بيها مقاسات الحاجات اللي انا بعملها. تعالي بقى نشوف النهاردة هنتعلم مع بعض هنستخدم ايه وهنعمل ايه بالعينة اللي احنا عملناه. احنا كنا عملنا العينة دي عبارة عن 10 غرز. 10 غرز زي ما انت شايفة كده. 1 معلش هي مبرومة شوية يعني كده ايه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تمام. هعمل بيها ايه بقى؟ انا جبت بقى الورقة والقلم بتوعي عشان نقعد نحسب. احنا قلنا ان احنا هنستخدمها في الحسبة. لو انا بعمل بلوفر، لو انا بعمل ايس كاب، لو انا بعمل اي حاجة، كوفية، اي منتج العينة دي ضروري جدا لازم تتعمل. لازم تتعمل.
بعمل بيها ايه؟ بجيب المازورة طبعا بتاعتي، لازم المازورة دي مهمة جدا، ودي من ضمن الادوات اللي اتكلمنا عليها في فيديو الادوات بتاعتي. بفرد المازورة وبقيس ال10 غرز اللي انا عملتهم دول يطلعوا كام سنتي. كام سنتي؟ تقريبا 5.5 سنتي بالظبط اهو. بصي بقيس من اول هنا لحد هنا اهي، جابت 5.5 سنتي بالظبط اهي، 5.5 سنتي. فهكتب عندي هنا في الورقة بتاعتي ان ال10 غرز 10 غرز بيساوي 5.5 سنتيمتر. شايفة؟ ال10 غرز عبارة عن 5.5 سنتي. لو أنا قست بقى أي حاجة، يعني مثلا قست محيط الصدر قد إيه لو هعمل بلوفر، محيط الراس مثلا، لو أنا عايزة أعمل آيس كاب هقيس محيط الراس بتاعي مثلا من تحت لفوق، من تحت لفوق يطلع كام؟ مثلا 58 سنتي. طلع كام معايا؟ 58 سنتي بالظبط. تعالوا ناخد المثل ده. 58 سنتي، 58 سنتي يطلعوا لي كام غرزة؟ دي الحسبة ببساطة شديدة جدا. أنا قست إن ال10 غرز ب5.5 سنتي. طيب أنا قست دلوقتي المقاس طلع 58 سنتي، ده محيط الرأس. تمام؟ يديني كام غرزة؟ هعمل كروس مالتيبليكيشن، يعني هقول ال10 غرز، مش عارفة باين ولا لأ، ممكن نكتب بالجاف بقى. ال10 غرز في 58 سنتي على 5.5 سنتي. 5.5 سنتي يديني عدد الغرز اللي أنا هعمل بيها الشغل بتاعي. دي الحسبة ببساطة. يبقى العينة دي مهمة ولا لأ؟ مهمة جدا جدا، مهمة جدا. العينة دي مهمة جدا ان انا اشتغل بيها واعتمد عليها، لان دي اللي هعتمد عليها في الحسابات بعد كده. فضروري جدا ان انا اعمل الحسبة دي قبل ما ابدأ الشغل. انا هعرف منين عدد الغرز؟ صح؟ مش هعرف، لازم احسب الحسبة دي، اشتغل الشغل ده واشوف العرض بتاعه قد ايه. تمام؟ وبعد كده طول ما انا بشتغل اقيس بالمازورة، اقيسه عليا انا شخصيا لو انا هعمل، او اقيس على العميل اللي هو طالب مني الشغل، او اخد منه اطلب منه المقاسات يقيس لي المقاسات دي ويديهاني علشان اقدر اطلع الشغل مظبوط. امال الشغل يطلع مظبوط ازاي؟ لازم احسب الحسبة دي. ده لو هعمل مثلا ايس كاب، لو هعمل ايس كاب بقوم عاملة الحسبة دي، بعمل كروس مالتيبليكيشن زي ما قلنا، بقيس عدد الغرز دي طلعت لي كام سنتي، عملت كام سنتي. ال10 غرز دول طلع 5.5 سنتي. طب انا عايزة 58 سنتي، اطلعها ازاي؟ هعمل القسمة سوري اللي هي الضرب المقص، اللي طريقة المقص بيقولوا عليها طريقة المقص، او بالانجلش كروس مالتيبليكيشن. كروس مالتيبليكيشن، بضرب ال10 غرز في 58 سنتي على 5.5 سنتي، يقوم يديني عدد الغرز المطلوب ان انا اشتغل. سواء بقى ابرة عدلة، هعملهم على ابرة عدلة زي دي كده، او ابرة دائرية. شفتوا الابرة الدائرية دي قبل كده؟ معايا
إبر دائرية. دي موجودة في السوق عندنا الحمد لله، متوفرة بكل المقاسات بتاعتها. دي تخينة شوية، مش هتنفع هنا مع الخيط الرفيع ده. تمام، بس ده شكلها. الكابل بيبقى معدن وهي بتبقى ستانلس، ودي افضل انواع الابر اللي احنا اتكلمنا عليها في الفيديو بتاع الابر. ارجعي كده للفيديو بتاع الابر وطلعيه واعرفي انواع واشكال الابر وايه المناسب وايه اللي مش مناسب تشتغلي بيه. بتمنى اكون فدتكم النهارده بالفيديو بتاعنا، ولو في اي تعليقات او اي استفسارات او اي اقتراحات قولولي تحت في الكومنتات تحت الفيديو، واحنا نشتغل عليها عشان نحسن من جودة الفيديوهات والمحتوى اللي احنا بنقدمه. بشكركم جدا على مشاهدتكم للفيديو، واستنونا في الفيديو اللي جاي. باي باي.